الشيخ ده الحمد لله بخير. وحيدر موسى هلال ده اتأثر واتصفى مبدئيا كده. اللي حصل في مستريحة كان ما حصل في الزرق. والله والله يعني احنا دليل لك أن نبكو ما في. مرحب يا أحمد موسى هلال حبابك. السلام عليكم، مرحب بك يا يوسف. مرحب مرحب أحمد. بكل السادة المتابعين لك. أول حاجة نتأسف زي ما بقولوا على الشيء الحاصل ده، وعلى يعني ما عارف ذاته الواحد ممكن يقدر يقول فيها شنو. لكن ما خلاص، دي عادة وتعودنا على من بداية الحرب. لا يعني وجود الميليشيا معناتها ما في أمان، ما في استقرار، ما في غير الدمار والخراب زي اللي انتوا شفتوه ده ومتعودين عليه أساسا. آه تاني حاجة، والله يعني احنا طالما فينا نفس وحيين والله احمد كده لا بيحكمنا، ولا ممكن يكون متصدرنا أو يكون دي الصورة يعني اللي انتوا بتعرفوها عن الرزيقات وعن المحاميد وعن كافة الشعوب والقبائل. دي ما الصورة دي، زي ما بقولوا ده اتفشى في داخل الدولة دي. وما أول مرة 2017 الشيخ ده ذاته اتمسك في محله ده بسبب الكلام ده. وزي ما كنا بنقول 2017 راجعوا يا هدي، رجعت يا أبناء المحامد. أقسم بالله والله والله الهسي انتوا بتطبلوا جارين ورا والله حتندموا، والله حتندموا. انتوا أداء ليس إلا أداء بس. وما مشكلة، الشيخ ده ما أول مرة. أنا اللي قدامكم ده أبوي ده حاضر له 3 سجنات أو 3، يعني زي ما بقولوا متعودين إنه يبقى ماف ويبقى، يعني دي حاجة عادية عندنا. موسى اتأثر عمر حيدر. هلال حيدر اتأثر. اتصفى هاي. تمام. موسى عمر هلال، محمد طاهر عمر هلال، تمام. أولاد عمي عمر هلال، ده اللي اتأثروا وما تمام. معروف الحاصل شنو. آه زي ما بقولوا كراع البقر جيابة، وهذه أيام نتداولها. وده الحاجة اللي من قبل الناس منتظرين بأنه يا أخي دارين يعرفوا هل هنالك في ولا ما في انتهاكات. لحتى الآن في كمية من الشباب الآن موجودين في داخل الدعم ينكروا بأنه يا أخي ما حصل أي ديل مبيوعين انتهت أكتر من شافتها عينك بالكاميرا دي يا يوسف. انتهت أكتر من زول بيخش عليه مضيفة بيقول له شف يا أخي ما تخجل. لكن خلاص، دي زي ما بقولوا ده جابه الله وشاله الله. يعني ده نحن ما بحس فينا ولا شعر. وإن شاء الله قلت لك إن شاء الله، والبادي أظلم زي ما بقولوا جماعة يعني. يعني الآن موسى هلال بخير ما في حاجة. لا الحمد لله. وفتحي قالوا عنده إصابة، هل الكلام ده صح فتحي ولا؟ اتصاب أمس بالمسيرات الضربت دي، اتصاب أيوه. جنود الطرفين ولا؟ والله الاشتباكات دي الليلة بدت من الساعة 5 صباحا يا يوسف. الناس ديل هجموا القوة بقيادة الزير سالم المنعيات تمام. وعبد الله شغب. واحد من المهرية ديل أولاد منصور، اسمه حامد كجك ولا حاجة زي بالشكل ده يعني. القوة دي هجمت، اتصدوا لها الجماعة في المعسكر وانسحبت. تاني عادت تمركزها وجاها إمداد. تاني هجمت، تاني اتصدوا لها. بعد ذاك زي ما بقولوا الحتة محاصرة والفزع يعني ما قدر يصل، فجاء قرار الانسحاب ده. تسلم. تسلم أحمد. تسلم شكرا. بشار. تسلم كثير. إن شاء الله ربنا يحفظك، ونشوف إن شاء الله نتابع خطوة خطوة نشوف اللي بيحصل شنو إن شاء الله.
وأنا والله طالع لحاجة واحدة بس، أنا طالع إن شاء الله، ولو يعني الزول بيرجو إنه إن شاء الله الناس اللي لسه مبيوعين لهم بقروش ولسه ماشيين ورا الشرذمة دي يفتحوا عينهم دي. يعني الموضوع ماشي أكبر من كده، زي ما قال سيادته شغل بالليبرة. تسلم يا يوسف.